خبر إلغاء كأس العالم الأندية 2025 شكل صدمة مدوية لعشاق كرة القدم حول العالم. السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه اللي هيحصل للأندية المشاركة؟ هل ضاعت الأحلام ولا في بدائل؟ معنا دلوقتي على الهواء مباشرة مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم. خليني أكون صريح جدا معكم. قرار الإلغاء لم يكن سهل إطلاقا، لكنه جاء بناء على ظروف خارجة عن إرادتنا، سواء على مستوى الرعاة أو الضغط الزمني للموسم الكروي. لكن ده معناه إنه أندية كانت مستعدة، سافرت، جهزت خطط تسويقية، خسرت كل حاجة؟ بعض الأندية بالفعل كلفت ملايين، لكن إحنا حاليا بندرس تعويضات جزئية. مش هنقدر نرجع كل حاجة، بس بنحاول نقلل الخسائر، خصوصا للأندية اللي كانت معتمدة على العائدات دي في موازناتها. طب واللاعبين؟ ناس كانت بتحلم تتشاف على مستوى عالمي، والآن الحلم اتبخر؟ بصراحة الأحلام اتأجلت، لكن ما انتهتش. البطولة كانت بداية لتجربة جديدة، وده مش معناه إننا مش هنرجع نفكر فيها بصيغة مختلفة لاحقا. وفي النهاية اللاعبين الكبار بيخلقوا فرصهم في كل بطولة، مش بس العالمية. يعني الجمهور اللي كان مستني البطولة دي خلاص كده مات الكلام؟ لا طبعا، الجمهور دايما على رأس أولوياتنا، لكن لازم الكل يفهم إن اللعبة مش بس ملعب وكاميرا، دي مليارات واتفاقيات وتوقيتات معقدة جدا، وإحنا لسه بنخطط لبطولات بديلة يمكن تكون أقرب للجمهور ويمكن تكون أكتر عدالة. واضح إننا داخلين على صيف ساخن بس من غير كأس عالم. المستقبل لسه بيترسم، بس السؤال مين اللي بيرسمه؟